تسمعوا عن نظرية اسمها ال80% وال20%. النظرية ديت بتقول إن أي علاقة ناجحة أو سوية موجودة في الدنيا دي كلها، الطرف الأول ما بيقدرش يحصل إلا على 80% بس من الطرف التاني، وال80% دول بيبقوا حب واحترام ومشاركة وحاجات تانية كتير، وغالبا بتبقى حياتهم ماشية كويسة جدا لغاية ما يظهر الطرف التالت اللي معاه ال20% الناقصين، وتلاقي نفسك من غير ما تحس كده بتروح ورا ال20% وتنجذب للشخص ده، وتنسى الطرف التاني اللي هو معاه ال80%. بس بعد فترة بتلاقي نفسك غلطان وبتحس ان انت غلطان، لان ال20% دول ما بيشبعوش كل احتياجاتك، بس للأسف بيكون وقت ال80% راح وما بتعرفش ترجعهم تاني. احنا كلنا جوانا جزء طماع وجزء تاني راضي بأي حاجة، والاتنين بيكملوا بعض، بيعملوا توازن. التوازن ده بيخلينا نختار صح، بس أول لما التوازن ده بيختفي جزء واحد بس هو اللي بيسيطر عليه، وبنبدأ نطمع ونشوف إن احنا نستاهل حاجة أحسن ونجري ورا ال20% الناقصين، وفي الآخر بترضى بحاجات أقل من ال80% وبتيجي على نفسك، وبنسبة كبيرة بتلاقي نفسك مكمل حياتك مع حد ما يستهلكش. الحب والارتباط عمرهم ما كانوا بيتقاسوا بمين أحسن، لأنك دايما هتلاقي الأحسن من الطرف اللي انت مرتبط بيه. ممكن تقابل في حياتك شخص ناجح جدا وعاقل جدا، بس هي ما بتتقاس كده. ال80% ممكن ما تلاقيهمش في الشخص ده، ممكن تلاقيهم في حد تاني عادي خالص، بس الحد ده عايش عشان يسعدك. أي بني آدم سوي عنده مميزات وعنده عيوب، بس انت هتلاقي المميزات أكتر من العيوب. أسئلة كتير موجودة هتبين لك إن الشخص اللي قدامك ده مناسب ولا لأ. أول لما تلاقي ال80% حافظ عليهم، واوعى تسيبهم وتروح لل20% الناقصين، عشان مفيش حد فينا كامل.